اجتماع النهارده في رابطه الانديه عشان خاطر يبحثوا شويه حاجات كده، من ضمنها مباراه الاهلي والزمالك اللي فاتت، انسحاب الاهلي من المباراه زي ما بيقول نادي الزمالك. والحاجه التانيه الغاء الهبوط لفرق الدوري وزياده عدد الفرق ل 22 فريق. عايز اقول لك حاجه، نادي الزمالك ما يهموش اي حاجه في الدنيا دي كلها غير ان هو يتخصم منه 3 نقط بتوع نادي الاهلي التانيين اللي هم، وللامانه هم قانونيين. يعني انت لو عايز تخصم هتخصم 6 نقط، مش عايز تخصم يبقى ما تخصمش. لكن النادي الاهلي عنده مستندات وبيجبر اتحاد الكوره المصري ورابطه الانديه ان هي تخصم منه 3 نقط بس، مفيش غيرهم. وده دليل قاطع ان النادي الاهلي موقفه سليم مليون في الميه. عايز اقول لك حاجه تانية، ان اسماعيلي ما يهبطش ديت حاجه تزعل، كارثه يا جماعه والله العظيم. يعني انا عايز اقول لك ان ده حق ربنا، ان الفرقه دي طالما ما قدمتش كوره ليه ما تنزلش درجه تانية. مفيش حاجه اسمها نادي جماهيري ومش نادي جماهيري، في ناس تانية بتتعب وناس بتدفع فلوس، سواء نادي جماهيري او مش نادي جماهيري. لكن في انديه تانية حقها ان هي تلعب في الدوري، ونادي الاسماعيلي ينزل درجه تانية. ولكن كل الناس هتسيب يعني كل القرارات الخاطئه ديت ويمسكوا بقرار الاهلي اللي هو خصم 3 نقط بس. ربنا يشفي كل مريض والله.